حابب اتكلم الناس بس عن فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي الناس بتتكلم عليها الايام دي وكده، وان الناس بصلها من دلوقتي، يعني مثلا بيقولوا الدنيا غلا وكده. لا، انا عايز اكلمهم عن فتره عبد الفتاح السيسي من بدايتها. يعني مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا لما شفناه كان وزير دفاع في ظل تنظيم دولي حاكم عايز. طبعا احنا كنا شفنا كلنا اللي حصل في الدول العربيه وفي الكلام ده كله وكده، فده كان موجود وزير دفاع. قدرنا مثلا باراده الشعب في 30/6 ان احنا مثلا مشينا حكم الاخوان. هو مسك فاحنا كانت مصر يعني بتواجه حرب وجود، نكون او لا نكون. يعني مثلا الاتحاد الافريقي شال عضويه مصر من الاتحاد الافريقي، علق العضويه. الامم المتحده مش عارف طلبت ايه. حدودنا كلها مفتوحه، وده شفناه في 25 يناير. كان في كذا جهاز مخابرات شغال على الارض. الناس اللي شغاله في الشارع هي اللي كانت تشوف الكلام ده، والناس بتتكلم في ايه، كل واحد مثلا تنظيم سري او الكلام ده كله ده ظهر شفناه. احنا كبني ادمين عاديين احنا شفناه تمام، وشفنا قد ايه الفلوس اللي كانت بتنصرف في الشارع على ناس ما يعني، بس الناس دي هم كانوا بيستخدموهم تمام. فاحنا واجهنا يعني معاه 2014 مسك سينا واللي بيحصل، وان سينا دي كانت ممكن تبقى ولايه فالناس بصل دي احنا مصر. يعني مثلا هنتكلم على انجازه، لا انا هتكلم على انجازه في الامن. انا موجود. انا بعاني، انا شخصيا بعاني. يعني مش عايز اقول لك مثلا انا عندي 3 اولاد، الدنيا بقت عامله معايا ازاي، مرتبين بيقضيني الكلام ده كله. بس انا معلش، انا اولادي بينزلوا يلعبوا في الشارع، انا في منطقه شعبيه، فاولادي بينزلوا يلعبوا في الشارع، انا ما عنديش مشكله. لا كان عندي مشكله لحد 2013. لا انا كان عندي مشكله، كان ده ممنوع، ما ينفعش تمام. لا مش هتنزل الشارع. انا كنت خايف على نفسي انا شخصيا مش على اولادي. والله لا، كانت البلد دي احنا كنا اياميها الفتره بتاع 2012 كنا بنقول البلد دي عايز نلمها راجل. الناس نست الفتره دي. هو بصله بس، لا بص له، هو واجه هيل في الاول وصل بيك لايه. هو مثلا انت بتقول مثلا هو مثلا ايه، القوات المسلحه داخله في كل الشغل ده. ما انا التاني هيشتغلك، انا مش هشتغلك، انا عشان انا محتاج فلوس، مش كل شويه همد ايدي. وهو كذا مره طلع وقال من غيركم يا مصريين انا مش هنعمل حاجه، من غيركم. دي رساله مفهومه. وعلى فكره هو قال كل حاجه هيعملها دي ايام ما كان نازل انتخابات في 2014، بس الناس ما اتفرجتش عليه، الناس كانت بتحبه فيقول اي حاجه احنا مش عارفين هو بيقول ايه. في ناس كده. يعني هو مثلا انا هرفع الدعم عن الطاقه على 5 مراحل، والله قال الكلام ده قبل ما يقعد على كرسي الرئاسه. الناس ما خدتش بالها. لا ارجع لحواراته والكلام ده كله. لا قال الكلام ده كله، قال الناس هتتعب معايا، وقال حاجات ياما وما كان